ولسه بيفوق وجد سانجي قدامه شكله هيفنشه بالطاسة. ازيك عامل ايه؟ لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من ملخص وان بيس روح شوفها الاول. وفي الجزء اللي فات تمت سرقة كنز نامي من نيزومي وحدوث صدام بين لوفي وطاقمه وارلونج وطاقمه. انتهى بلوفي في قاع المحيط وهزيمة قادة ارلونج على يد زورو وسانجي واسوب، وتدخل ارلونج وهزيمتهم ووصول نامي لارلونج بارك بعد ما تعافت. يا ترى هتعمل ايه؟ وهل لوفي هيهزم ارلونج ولا هتكون النهاية؟ ومن هنا نكمل باقي الحكاية. نامي جاية تقتل ارلونج ولكنه سخر منها لانها طوال ال8 سنوات الماضية حاولت بكل الطرق قتل مأجورين بدس السم بالهجوم المفاجئ وما نجحتش، وهنا خيارها اما تنضم ليه وساعتها هيعفو عنها وعن اهل القرية، او ترفض وهنا هيقتلهم. اما لوفي وطاقمه ففي كلتا الحالتين هيموتهم ومنتظر ردها، وطبعا القرار صعب ولكن هنا طلبت منهم يموتوا معاها، والغريب انهم وافقوا. ارلونج ادرك اللي حصل واخيرا قدروا ينقذوا لوفي. ده كان بلع نافورة ميه بمواسيرها ولا ايه؟ والخطه ان زورو هيعطل ارلونج وسانجي دمر الصخره، ووصل اسوب فرحان انه هزم تشو. طبعا ارلونج مش مصدق، هجم زورو عليه ولكن يظهر ان مناخير ارلونج قويه مش زي مناخير اسوب، وهاتش اتضح انه لسه واعي وقفز ورا سانجي علشان يمنعه. في نفس الوقت ارلونج سدد ضربه قويه لزورو ومسكه ونزع ضماداته، ولكنه اتصدم. ازاي قادر يتحرك بجرح زي ده؟ عايش اصلا ازاي؟ ده غير نظرته المرعبه. وهنا ارلونج ادرك انه هيكون خطر في المستقبل ولازم يقضي عليه حالا، ولكن زورو ابتسم والسبب ان ضربه زورو مش ضعيفه. وهاتشي بعد ما كان بيهجم جراحه كلها فتحت اكتر وفقد الوعي، وسانجي دمر الصخره اخيرا. وبالفعل اتحرر لوفي وطار في الهواء، وفجاه مسك في زورو طيره هو وخد مكانه. طبعا زورو لما يفوق هيهري ضرب، بس ده لو عرف يرجع اصلا. لوفي ضرب ارلونج بالراس مع مجموعه ضربات ولكن بدون تاثير. ده مش وقت تمارين مدرسيه خالص يا لوفي. ارلونج ساله قال له ايه الفرق بيننا؟ قال له مناخيرك طويله. طبعا ارلونج اتعصب وبيحاول يعضه ولكن لحق رقبته. وصب فرحان انه اسنانه اتحشرت. انا بقول ما تفرحش تاني. وارلونج مصمم يعرف لوفي ايه الفرق بينهم. ارلونج فرحان بسنانه، فلوفي كسر الحجر بقبضته قال له انه هيكون ملك القراصنه. وفجاه سحب سيفين وبدا يهجم على ارلونج، ولكن اسنانه كانت اقوى لحد ما لوفي سدد له ضربه كسر له اسنانه. طبعا الجميع انبهر، ولكن ارلونج قال له انت قائد، انت عبء على طاقمك ومش فاهم ليه انقذوك اصلا. لوفي قال له علشان اهزمك، وده يا جماعه قصف جبهه بطعم المطه. وفجاه اسنان ارلونج نمت تاني وبدا يخلع في اسنانه ويستعملها كسلاح، وبدا يهجم على لوفي وشكله هيقضي عليه، ولكن استعمل احد البرمائيين كدرع. اتعضعض خالص. وفي الحقيقه انا مش عارف ارلونج هيهجم ولا هيرقص، لكن لوفي جات له خطه وشكله هيفاجئ الجميع، وهوب فاجئهم فعلا. والنتيجه خد عضه محترمه، وارلونج هجم عليه لحد ما خد عضه مباشره. وهنا لوفي راح عضه بسنانه ولكن بدون تاثير، وفجاه كان واكل درع لوفي. ورغم الالم الا ان لوفي استعمل جسمه وسدد ليه ضربه قويه وفقدوا الوعي. ولكن اول ما صحي وجد ارلونج اختفى، وهنا اتفاجئ ان في قرش في الميه. ما هو ده ارلونج، ويظهر انه بيستخدم المياه منصه اطلاق تضاعف سرعته. المهم انت بتفهمش مناخيره مصنوعه من ايه، ده مناخير اسوب بتنكمش من الخوف. طبعا لوفي اتبهدل، ولكن يظهر انه هيواجهه. بالفعل هجم ارلونج، ولكن لوفي صده. مش بس كده، ده سدد له ضربه قويه، ولكن يظهر ان ارلونج دخل في حاله من الهياج. مسك لوفي وهتك يا عصر ولا اجدعها غسلت ملابس، وفجاه ضرب الحائط وسحب سيف عملاق شبه مناخيره وبدا يدمر المكان لحد ما لوفي وصل اعلى المبنى. في غرفه اتضح ان كل الخرائط اللي فيها من رسم نامي. ارلونج كان مقتنع ان موهبتها خساره في البشر، ولكن لوفي مصمم انها من طاقمه. وارلونج شايف
شايف انه اهدار لموهبتها وانها لازم تكون معاه وترسم ليه خرايط وهتكون احد الادوات لامبراطوريته، والبدايه هتكون من بحر الازرق الشرقي. طبعا لوفي لاحظ الدماء على قلم التخطيط وشكله غاضب جدا لدرجه انه كسر سيف ارلونج وبدا يدمر في المكان. ارلونج اتعصب ولكن عصبيته خلته دمر هو كمان الخرايط بالغلط. نامي شافت اللي حصل وافتكرت معاناتها والقهر اللي كانت عايشاه، وارلونج عض لوفي بقوه ولكن لوفي من غضبه كسر مناخيره. ارلونج اتعصب وبدا بالهجوم ولكن لوفي كان جاب اخره، هجم هو كمان والنتيجه سدد ليه ضربه قويه والمبنى كله اتدمر وبدا بالانهيار ومحدش عارف ايه اللي حصل جوه. المكان كله منهار وفجاه من داخل الحطام ظهر لوفي بينادي على نامي ويقول لها ان هي صديقته، ومن فرحتها مش قادره تمسك دموعها. والجميع فرحتهم لا توصف بهزيمة أرلونج وفوز لوفي، ولكن ظهر القائد نيزومي علشان ياخد المجد كله والكنز الخاص بالبرمائيين، ولكن زورو قام معاه بالواجب وجت نامي كملت عليه هي كمان وخلاص حرم وهيحلق شنبه والكل سعيد وفرحان. ولكن رجع نيزومي للقاعدة اللي شبه الفار فعلا وبلغ عن لوفي والطاقم وانه هزم أرلونج وانه قرصان خطير، وبعت لهم صورة تحسها متصورة سيلفي علشان توزع في العالم كله. طبعا الجزيرة كلها بتحتفل ولوفي هيخلص على اللحم كله. اما زورو فكان بيتعمل له عملية خياطة لجراحه، ونامي كانت عند قبر بيلمير وسعيدة بكل اللي حصل والاحتفال شغال حتى المساء. وشكل لوفي سرق لحم بقرة معدية يا عيني. اما أسوب فماسك مكبر وهتك مدح نفسه انه هزم البرمائيين. واثناء ما كان جينزو عند قبر بيلمير اتفاجئ بلوفي خلص اللحمة اللي في القرية وبيدور على لحمة في باقي الجزيرة، والناس كلها نامت من التعب الا أسوب نام من الغناء. وطبعا كان صباح هادئ ونامي بتسترجع ذكرياتها الحلوة ومتخيلة ان بيلمير معاها وحاسة بيها، والطاقم كانوا بيجهزوا السفينة وجينزو عرف ان نامي هتسيب الكنز ليهم ويظهر انها بتحاول تهرب من غير ما يودعوها او تودعهم او يشكروها، ونجحت بالفعل بس بعد ما سرقتهم، وده كان الوداع بس على طريقة نامي. طبعا تم عقد اجتماع طارئ في مقر البحرية والسبب القرصان الجديد اللي ظهر فجأة وفي فترة قصيرة كان هازم 3 من اشهر القراصنة، ده غير يد الفأس مورجان ولازم يتقضي عليه بسرعة. طبعا أسوب كان بيحضر قنبلة شطة يعمي بها اعدائه فعمى نفسه ما هو عدو نفسه فعلا. واخيرا وصلت الجريدة الخاصة بنامي وهنا وقع ملصق عليه صورة لوفي. طبعا الكل اتصدم والخبر اتنشر بسرعة البرق بين الجميع، ده بالاضافة ان مبلغ 30 مليون مش قليل، خصوصا ان اول مبلغ يتحط على رأس لوفي. وأسوب خلاص اتشهر علشان افات طالع معاه وبيغيظ في سانجي ان هيسرق منه كل الجميلات، ولكن زورا عارف ان كده في صائدي قراصنة اقوياء هيبدأوا يطاردوهم، وده فول بادي لو فاكرينه قاعد مكتئب بعد اللي حصل وبيفكر ازاي يرجع رتبته تاني لحد ما شاف ملصق للوفي وافتكره وبيقول يا رب عطرني فيه امسكه واترق، وهوب وجده معدي من جنبه بس فرصته جات له. بدأ يصوب المدفع وضرب قذيفة بس زورو كان قطع نصين، جاي يضرب تاني المدفع انفجر فيه، دي علامة انا لو منك اهرب. وهنا قال مفيش احسن من القتال بالايدي، هجم على لوفي وقال له راسك بتاعتي وهوب خده بالراس فعلا. ولسه بيفوق وجد سانجي قدامه شكله هيفنشه بالطاسة فنط في البحر اسرع، ولكن على احدى الجزر المهجورة وصل هوك اي واتضح انه رايح لشانكس يوريه ملصق لولد بمواصفات تشبه اللي كان قالها له. طبعا شانكس والطاقم كله اتصدم وكان لازم يحتفل معاه، والاخبار وصلت لقرية لوفي والكل سعيد بلوفي ما عدا عمدة القرية اللي خايف عليه. والطاقم كان بيخطط لطريقهم للجراند لاين، ونامي بلغتهم انهم لازم يعدوا من الجبال العكسية وديت خطر جدا، ولكن بما ان لوفي عايز لحمة تاني فهيقفوا في جزيرة لوك تاون مدينة البداية والنهاية. واثناء ما كان طاقم قبعة القش بيستمتعوا بوقتهم كان شخص اخر بيدور على باقي جسمه، ايوه باجي. بعد ما لوفي علمه الطير مع العصافير بدأ يتعلم العوم مع السمك او الهروب منهم ايهما اقرب. وجد نفسه على جزيرة امام طائر صغير، هوب بدأت المطاردة، قال له اهم حاجة تتقبل قدرك، المهم انت تتقبله. طبعا هرب وعمل فخ وفكر نفسه نجح، بس صحيح الدنيا دوارة وهوب انتهت حياة باجي. بس لحسن الحظ طعمه كان اوحش من انه يتبلع،
فالطائر تف وبسرعة الصاروخ وصل جزيرة، واتضح انها جزيرة الحيوانات الغريبة وما لحقش ياخد نفسه، وجد نفسه محاصر واخد طلقة في قبعته. هجم على مصدر الصوت وطلع شجرة طلع لها انسان، واتضح انه جايمون ونزلوا ضرب في بعض وفين يوجعك، لحد ما عرف جايمون انه قرصان. قال له يا راجل مش تقول من الاول. جايمون اعتذر، افتكره سائق حيوانات وحكى له حكاية الكنز، فباجي عرض عليه ينضم ليه. فرح طبعا وقال له ان في قرصان شاب عرض عليه نفس العرض وحكى له عنه. باجي اعجب بكلام جايمون وقال له انه قابل قرصان شاب بس لو وجدوا هيهري ضرب، والاتنين ما يعرفوش ان كلامهم عن نفس الشخص. وانطلق باجي تاني، ولكن جايمون نسي يقول له عن وحش البحر، وشكله هيكون وجبة دسمة لحد ما جت قذيفة عملت فتحة تهوية للوحش. وباجي اتفاجئ بسيدة جميلة بتنقذه، ولكن بتدار على لوفي كمان، واتضح انهم ليهم نفس الهدف. يا ترى ايه؟ هنعرف قريب. طبعا باجي كان بيتساءل ايه اللي حصل لطاقمه وهم فين دلوقتي. اما طاقمه فكانوا عاملين عزا ليه مع المتبقي من جسده، وفجأة حصل صراع على السلطة. مين اللي هيكون القائد بعد باجي؟ كاباجي ولا موشي؟ وبسرعة عملوا حلبة وبدأ القتال بينهم وهاتك يا ضرب. اما باقي القراصنة فكانوا بياكلوا ويشربوا وبيتفرجوا عليهم، والقراصنة ناموا وهم لسه بيتقاتلوا. اما الاسد فيظهر انه تقل في الاكل حبتين، ونايم يحلم انه هو بقى الزعيم الجديد وانه قوي وبيقاتل الوحوش. ومن حظه الحلو انه ضربهم وهو نايم، وبالفعل اصبح الزعيم الجديد. ولكن يا فرحة ما تمت، خدها اهل الجزيرة وطارت. فجأة وجدوا نفسهم محاصرين من قبيلة مخلب الدب. طبعا الاسد حب يعمل فيها اسد، ولكن اتضرب وقلب قطة. وباجي بالصدفة لمح القارب الخاص بيه، ولما وصل وجد كاباكي وموجي متبهدلين على الاخر. حكوا له اللي حصل، ولكن السيدة الجميلة بلغته انه يلحق طاقمه قبل الغدا، واتضح ان هم الغدا وطبق اليوم في خد الاسد المقرمشة بشوربة البشر. وطبعا لازم يحطوا عصير علشان يطروا اللحم. ولكن فجأة بدون مقدمات جسم باجي طار واتجمع تاني، وهاتك يا ضرب. وباجي كان مستعد بمدفعه المميز، وها هو يعود القرصان باجي مرة أخرى. طبعا الطاقم كان فرحان بوصول باجي وإنه أنقذهم قبل ما يتحطوا على الأطباق، في نفس الوقت اللي خلاص طاقم قبعة القشة هيوصل لجزيرة لوك تاون. يا ترى إيه الأحداث المشوقة اللي هتكون في الجزيرة اللي اتولد فيها ملك القراصنة جولد روجر؟ وهل رحلتهم ومرورهم في الجزيرة هيمر بسلام مع وجود مكافأة كبيرة على رأس لوفي ووجود جنود بحرية هناك مع ظهور أشخاص غامضين؟ هل هينجح الطاقم ان هم يستمروا في رحلتهم؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو القادم. ما تنساش لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس علشان تتابع الفيديوهات القادمة أول بأول، واشوفك على خير الفيديو الجاي.